اهلا بيكم. هنبدا النهارده رحله جديده من رحلات اعرف نفسك. الرحله المره دي هتبقى مرتبطه بالامراض وعلاقتها بالمشاعر. في الكام فيديو اللي فات اتكلمنا عن الطاقه، اتعلمنا ازاي نوازن ونحمي نفسنا. دلوقتي هناخد خطوه اعمق، هنفتح ملف مهم جدا 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 بيتعلق بنفسنا. الملف ده اسمه الامراض وعلاقتها بالمشاعر. هسألك سؤال، دايما ممكن تروح عند دكتور ويكتب لك العلاج وتروح تاخد العلاج وتحس انك ما وصلتش لاي نتيجه. كل ما بتاخد الدواء وكل ما بتكرره بتحس ان مفيش اي تحسن خالص، وبترجع للدكتور يقول لك نعمل الفحوصات ونعمل التحاليل، يقول لك انت بقيت زي الفل، بس انت في الحقيقه ما زلت بتشتكي من نفس الاعراض. كمان في ناس بتاخد نفس الدواء معاك وتخف، وناس تاخد نفس الدواء وما تخفش، في ناس كمان تخف اسرع من ناس. عشان كده هنا بيظهر الفرق بين العلاج والتشافي. العلاج دايما وتحديدا العلاج الطبي بيتعامل مع النتيجه، بيتعامل مع العرض والمرض في الجسد. بيقول لك بتشتكي من ايه، يبقى معنى كده انه بيولوجيكال وكيميكال في خلل، فبيعوض لك النقص من الخارج بكيميكال تعدل من الحاله بتاعه العرض. التشافي بقى بيتعامل في منطقه تانية خالص. التشافي بيتعامل مع انه سبب المرض العضوي غالبا هو مشاعر، والطب في الحقيقه لا ينكر ذلك. فالاطباء دايما يعرفوا ان في امراض اسمها السايكوسوماتيك. السايكوسوماتيك دي معناها ايه؟ معناها انه المرض عضوي ولكن السبب نفسي. التشافي بيتعامل بقى مع المنطقه دي، بيتعامل مع المشاعر، الصدمات، الانماط الداخليه اللي سببت المرض. فالعلاج زي انك تطفي جرس انذار الحريق، المشكله ما اتحلتش، انما التشافي بيحل الموضوع من جذوره. ده طبعا مش معناه ان العلاج مش مهم، ولكن العلاج مهم جدا خصوصا في حالات الطوارئ. وكمان التشافي مهم مع العلاج، لان احنا ما ينفعش نحل المشكله على مستوى الجسد وننسى ان اللي سبب المشكله اصلا كانت اضطرابات نفسيه، وننسى ان سبب المشكله كلها اضطرابات على مستوى المشاعر. مهم جدا وانت بتدخل في منطقه التشافي ان تعرف ان جسمك مش عدو ليك، وان كمان المرض ده ما هو الا رسول. فلما جسمك يوجعك نتيجه المرض لا تزعل من جسمك ولا تنزعج من المرض، هم جايين يشاوروا لك على مشكله. كل عرض او مرض هو رساله من النفس بتقول لك في شيء مضطرب جواك، في شيء مش موزون، في حاجه لازم تحافظ على اتزانها. فكل المشاكل بقى بتاعت الصداع والقولون وضغط الدم والامراض المزمنه وكل المشاكل دي غالبا ليها جذور مرتبطه بمشاعر غير متزنه جوانا. خلينا اديك مثال تقدر تحس بيه. لما تفضل تكتب مشاعرك تحس انك كابت نفسك، فده في الحقيقه كانك ضاغط على زنبرك كده، عارفين بتاع اللي كنا بنلعب بيها زمان واحنا صغيرين، تفضل تلف وتلف 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 في منطقه ما هيقف. الزنبلك ده لازم يقف. ليه؟ لانه لازم يفرغ الشحن اللي جواه، لازم يفرغ الاسترس اللي جواه. وده بقى بالظبط اللي بيحصل، انه في لحظه معينه لو حضرتك ما اتزنتش وهديت واستقريت وخدت نفسك، هتبدا المشاعر تخرج في شكل اضطراب وانفجار. مهم جدا كمان ان احنا نفهم ايه علاقه الطاقه اللي اتكلمنا فيها في الفيديوهات اللي فاتت مع التشافي والامراض العضويه اللي احنا هنتكلم عليها في مجموعه الفيديوهات اللي جايه. الطاقه في الحقيقه كانها هي حلقه الوصل. الطاقه هي الترددات اللي تقدر تترجم المشاعر وتترجم الجسم وكمان تترجم المعتقدات. فالمشاعر هي ترددات طاقيه الجسم بيسجلها. المشاعر لو كانت متزنه فيها حب، رضا، شكر، فالطاقه دي اللي جايه من المشاعر هتدعم الجسد. انما لو المشاعر بقى فيها خوف، غضب، حزن، فدي مشاعر هتهد الجسم. الطاقه بتضعف، الجسد بيتاثر بضعف الطاقه دي، والسبب هيكون غالبا المشاعر. في القرآن ربنا دايما بيأكد لنا على معنى انه كل نفس بما كسبت رهينة، وحضرتك المشاعر هي من كسب نفسك. فحضرتك ممكن تشوف مشهد تحس تجاهه بغضب شديد، وممكن تكون اكثر هدوءا واتزانا فتتعامل مع الموقف على انه مجرد موقف. عشان كده ربنا في القرآن بيقول فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. تخيل بقى انه كسب يدك لو كان مثقال ذره من خير فهتشوفه، ولو كان مثقال ذره من شر هتشوفه برضه. عشان كده الترددات بتاعت المشاعر خطيرة جدا، لانه حضرتك زي ما هتكون في ترددات مشاعر زي ما هيحصل اثر للترددات دي على جسمك. فالمشاعر ليها اثر على النفس، ومش بس النفس وكمان الجسد. الفيديوهات الجاية في المستوى ده هنفتح عيونك على لغة جديدة، لغة جسدك، لغة الرياكشن اللي بيعمله او رد الفعل اللي بيعمله جسمك على مشاعرك. هنفهم ازاي الامراض مش مجرد صدفة، انما دي رسائل على مستوى الشعور وطاقة محتجزة لازم تتحرر. خلينا نبدأ مع بعض من اول درس المرض لغة الجسد. استنونا في الفيديو.